وفي السبت الثاني بعد الأسبوع الأول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولهذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل، وأعطى الذين معه أيضا الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط، وقال له: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شاكية. أما هو فعلم أفكارهم، وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت صحيحة كالأخرى، فامتلأوا حمقا، وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا: سمعان الذي سماه أيضا بطرس، وأندراوس أخاه، يعقوب ويوحنا وفيلبس وبرثولماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا أخا يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما أيضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سورة وصيداء، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينه إلى تلاميذه وقال: طباكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. طباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طباكم أيها البكون الآن، لأنكم ستضحكون. طباكم إذ أبغضوكم الناس وأفرزوكم وعايروكم وأخرجوا أسماءكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. ولكن ويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم قد نلتم عزاءكم. ويل لكم أيها الشباعة، لأنكم ستجوعون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان آباءهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ومن ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه.
وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم، أحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما إن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وضرب لهم مثل: هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أم يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديئا، ولا من شجرة رديئة تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمارها جيدا. فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقتطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت، فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أثاث، فصدمه النهر فسقط حالا، وكان خراب ذلك البيت عظيما.